ازيكم ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هحل مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدا في لعبة افاتار وورلد. في بنوتة من الملكات كتبت لي في الكومنتات ان هي مسحت اللعبة بالغلط وكل الباقات اللي هي كانت شارياها ضاعت منها. فالنهارده هقول لكم ازاي تحلوا المشكلة دي وترجعوا حسابكم في اللعبة وكل الباقات اللي ضاعت منكم بسهولة، والطريقة دي مضمونة 100%. وفي اخر الفيديو بعد ما اقول لكم الطريقه هناخد جوله ممتعه في البيت بتاعي في اللعبه عشان بقى اوريكم الديكور اللي عملته في البيت، والبيت هيعجبكم قوي ان شاء الله. فقبل ما ابدا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل 3000 مشترك في اسرع وقت. ويلا بينا نبدا الفيديو. عشان تعرفوا ترجعوا العالم بتاعكم والباقات اللي انتوا كنتوا شارينها لازم تكونوا عاملين سيف للعالم بتاعكم. يعني لازم تكونوا عاملين سيف قبل ما تشيلوا اللعبة او تنقلوها من تليفون لتليفون تاني، فلازم تكونوا عاملين للعبة سيف. دلوقتي بقى هقول لكم ازاي تعملوا للعالم بتاعكم سيف. اول حاجة هتضغطوا على الافاتار اي دي، بعد كده هتضغطوا على جملة سيف وورلد، اوكي، وهتضغطوا على علامة الصح، وبكده هتكونوا عملتوا للعالم بتاعكم سيف. ودلوقتي بقى هقول لكم ازاي ترجعوا حسابكم. اول حاجة هتضغطوا على صورة الافاتار اي دي وهتكتبوا 1999، اوكي، وبعد كده هتضغطوا على جملة لوجن ناو، وبعد كده هتكتبوا الايميل بتاعكم. طبعا هتكتبوا الايميل اللي انتوا كنتوا مسجلين عليه قبل كده في اللعبة. اوكي، انا دلوقتي بكتب الايميل بتاعي، وبعد ما تكتبوا الايميل بتاعكم هتضغطوا على continue. ودلوقتي اللعبة بعتت كود على الجيميل، وده هو صورة الجيميل اللي هتدخلوا عليه وهتلاقوا الرسالة من افاتار وورلد. ولو انتم مش لاقيين الرسالة اكتبوا في البحث بازو وهتلاقوا الكود. اوكي، دلوقتي هدخل على الرسالة وده هو الكود بتاعي. طبعا يا ملكاتي كل واحد ليه كود مختلف. اوكي، هعمل له كوبي وهروح اكتبه هنا. اوكي، وهضغط على continue. اوكي، وهضغط دلوقتي على الصح، وكده خلاص done. وبكده يا ملكات نكون رجعنا الحساب بتاعنا في اللعبة، فإن شاء الله الطريقة تكون ظبطت معاكم. ولو عايزين تاخدوا عملات مجانية من اللعبة أنا عملت فيديو هسيبهولكوا في صندوق الوصف، روحوا شوفوه عشان هنجمع في الفيديو ده أكتر من 200 عملة. ودلوقتي بقى هندخل على الجزء التاني من الحلقة وهو الجولة في البيت بتاعي، فخليكم موجودين واتفرجوا على الفيديو للنهاية لأن بجد التصميم هيعجبكم جدا. فاستعدوا ويلا بينا نبدأ الجولة. اول حاجه بقى يا ملكاتي ده هو المدخل بتاع البيت، حرفيا شكله تحفه قوي وشكله عجبني جدا. شايفين؟ وحط هنا المفاتيح فشكله تحفه. وتاني حاجه بقى عندنا هو المطبخ، شكله خطير قوي. وحطيت هنا نودلز، ودي بقى السفره، وبجد شكله خطير. دي بقى اوضه عملتها للعب، يعني حطيت فيها طاوله تنس والالعاب اللي على الترابيزه دي، وشكل الاوضه تحفه، بجد عجبتني جدا. ودي بقى الصالة، شكلها بسيط وحلوة قوي. اوكي، بجد شكلها تحفة. ايه رأيكم؟ اكتبولي في التعليقات رأيكم. اوكي، ودلوقتي بقى تعالوا نشوف اخر حاجة في الطابق التاني وهي الجنينة. دلوقتي بقى تعالوا نشوف الطابق التاني. اول حاجة حطيتها في الدور التاني هي اوضة التصوير، حبيت اخليها باللون البنفسجي والبينك لانهم اكتر لونين بحبهم. اوكي، شكلها حلو قوي للتصوير. دلوقتي بقى تعالوا نشوف الأوضة بتاعتي. اوكي، حطيت السرير والستاير وكمان المكتب. اوكي، حبيت شكله بصراحة. ودي بقى التسريحة. اوكي، وده الدولاب. شكل الأوضة تحفة وبصراحة عجباني جدا، وانتوا كمان قولولي رأيكم في الكومنتات. اوكي، تعالوا بقى دلوقتي نشوف الأوضة التانية. ودي بقى يا ملكاتي الأوضة التانية، قولولي برضو رأيكم وأنهي أوضة حبيتوها أكتر. اوكي، حطيت برضو فيها نفس النظام تقريبا. اوكي، وده هو بقى شكل الأوضة. تعالوا نشوف آخر حاجة وهو الحمام. اوكي، عملته كده بالشكل دوت. حطيت هنا كده غسالتين، وحطيت بقى كده الحوض دوت،
وبصراحة شكله تحفة، وكمان شكله عاجبني جدا، وشايفين الستاير وكل حاجة بصراحة شكلهم خطير، والبيت بصراحة عاجبني جدا. اوكي، وده بقى كل البيت بتاعي. قولولي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة حبيتوها في البيت بتاعي. انا اكتر حاجتين حبيتهم في البيت هما اوضة التصوير والاوضة بتاعتي، فدول هما بصراحة اكتر حاجتين حبيتهم. وبس كده يا ملكات، ده كان فيديو النهاردة. لو عندكم اي فكرة فيديو اكتبوا في الكومنتات، واكتر افكار هتعجبني هحطها في الفيديو اللي جاي. ويلا يا ملكات، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. متنسوش اللايك والاشتراك، ويلا باي.